اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. تعالوا هنعمل مع بعض النهارده المحشي السهل البسيط اللي مش هيبقى كده تقيل، خفيف جدا وسهل وطريقته سهله جدا. تعالوا نشوف مع بعض طريقه التحضير. انا هنا معايا 4 كوبايات من الرز حسب ما انت الكميه اللي انت هتعمليها مغسول. وهنا معايا حوالي بصلتين كبار. هنا هنزل كده بالبصل، حوالي بصلتين كبار، وهنزل كده بالرز. حسب الكمية اللي انت حطاها. ومعايا فص توم، والخضرة ربطة خضرة، شبت وبردونس وكزبرة، كل واحدة ربطة. وكل التوابل هتكون عبارة عن التوابل اللي معانا. انا هنزل ده كده الاول حسب الخضرة اللي انت عايزة تحطيها. ده اخف بكتير من طبعا من اللي انت بتسبكيه بالبصل والطماطم. ده اخف قوي. هنا نحط مع بعض كده البهارات. هنا هحط معلقه ملح كبيره حسب ما انت تظبطي الملح. وهنا كزبره ناشفه، ومعايا كمون معلقه صغيره، وهحط فلفل اسمر، كله معلقه صغيره كده. تمام. بعد كده هدخل كل المكونات دي مع بعض كده. ريحتها حلوة قوي، احلى بكتير من المسبكة. احنا بنسبك الصلصة مع البصل، دي طعمها احلى بكتير واخف. وكمان الرزة بتبقى زي ما هي، حباية الرز بتفضل مش معجنة. لما انت بتعمليه كده الرزة ما بتبقاش معجنة من تسبيكة بتبقى مفلفلة كده وحلوة. هنزل بحوالي معلقتين كبار من الزيت حسب اي نوع زيت انت حباه. حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت عشان انا الكمية كبيرة. الزيت كل ما بتكتر يعني بتحط معلقتين 3 كبار بيخليلك الرزاية ما بتعجنش من جوه وبتبقى حلوة. وطعم الزيت بيخليه طعمه حلو في المحشي. هنا هنزل هنا معايا طماطم متسبكة او صلصة طماطم زي ما انت حابة، او عندك مثلا طماطم فريش ممكن تديها غلوة كده على النار. بعد كده تنزلي عليها بكل المقادير كده. ريحة الخلط حلوة قوي. انا ما نزلتش بالصلصة كلها علشان ممكن مناخدهاش كلها كده. ما هنا عامله حوالي نص كيلو من الطماطم. انا عامله الصلصه دي زي ما انا بعملها على طول كده، بسبكها وبحطها في التلاجة في الفريزر. فانا
حاطه كيس كده حوالي نص كيلو من صلصه الطماطم. ممكن تحطي معلقه صلصه او معلقتين زي ما انت عايزه. انا هنا هحط حوالي معلقه بابريكا، ورغبتك برضو انت حسب ما انت عايزه الصلصه كتير او قليله. وهنا بعد ما خلاص كده دخلنا كل المكونات بتاعه المحشي مع بعض، هنا معايا صينيه حطيت فيها العيدان بتاعه الشبت والكزبره والبقدونس. الاول كنا بنحط البصل وطماطم من تحت براحتك، عايزه تحطي بصل وطماطم شرايح كده من تحت براحتك حطيها. انا كده كده محدش بياكل ولا البصل ولا الطماطم اللي من تحت فبتترمي، فحرام كده كده البصل غالي، فانا حطيت الشبت من تحت. دي يعني ارخص طبعا بكتير، كده كده هرميها، فافضل طبعا ان انا هعمل فيها اعمل بيها كده احمي المحشي ما يشدش من تحت معايا. انا كده هحشي معايا البرنجان الاسمر زي ما انت تحبي، اي نوع محشي تفضليه احشيه، اي حاجه عندك احشيها. مش بنمليها قوي عشان هي كده كده الرز لسه هيستوي فهتتملي معانا، فاقل يعني ناقصه كده حوالي ربعها كده. انا كده هحشيها. وهحشيها كمان على البوتاجاز من فوق، مش هحشيها في الفرن. في الفرن بتاخد وقت حوالي بتاخد ساعة الا ربع او ساعة في الفرن ودرجة عالية، لكن على البوتاجاز من فوق مش هتاخد معاكي حوالي نص ساعة واقل كمان من نص ساعة، وبتستوي معاكي وبتبقى زي الفل. انا هحط كده كل المحشي معانا. يعني انت لو مسكتي كده المحشي الاسمر البرنجان الاسمر يبقى خلصي حاجه حاجه كده علشان يبقى معاكي، وما تكتريش الرز من جوه علشان لسه هيستوي، عشان الحشوه معاكي والصينيه ما تبقاش كلها رز. احنا مش عايزين يطلع مننا رز بره، احنا عايزين زي ما احنا حاطين المحشي كده يدوبك يزيد، والزياده دي تبقى في الحته اللي فاضله من البرندان اللي قلنا ربع اقل من ربعها بتبقى فاضيه. شايفين في فراغ قد ايه فاضي من جوه علشان لسه هيستوي، فبيزيد معانا طبعا الرز، فاحنا مش عايزين ان هو يطلع لبره. طبعا ان احنا مزودين كده ايه، مظبطين الملح ومظبطين التوابل بتاعتنا. ندوها قبل ما نحطها علشان ما تبقاش محتاجه ملح معانا. وكمان بحط مكعب ماء مرقه مع صلصه الطماطم، بتديها طعم حلو طبعا، وبتعلي طبعا الطعم، بتبقى طعمها احلى طبعا. وحلو جدا. المحشي بيبقى خفيف جدا طبعا من المسبك، بيبقى تقيل طبعا، بس برضو ده ليه طعم ودي ليه طعم، والاتنين احلى من طعم بعض. فحلو قوي ان احنا نجرب المحشي السهل ده، مخدش معانا وقت وبيخلص بسرعة، والمقادير بتاعته سهلة جدا وبسيطة، وهتبقى ان شاء الله استاذة في المحشي. اتمنى كده انتوا بتتفرجوا كده، اللي بيتفرج عليا كده يحط لايك، ولو ما اشتركش في القناة يشترك. طبعا بتفرحني بلايكك وباللايكات بتاعتكم، بتفرحوني بلايكاتكم والتعليقات بتاعتكم، كمان الاشتراكات طبعا. فبحبكم كتير، وربنا دايما يديمكم في حياتي يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. شايفين احنا قلنا ايه؟ ما ننساش ان احنا بنسيب
فراغ من جوه علشان لسه قلنا المحشي هيستوي معانا. تمام جدا. انا هخلص كل الكمية علشان ما يطولش معاكم الفيديو، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما خلصنا كل الحشوة بتاعت المحشي، هنا عملت حوالي 4 كيلو من المحشي. خد معايا كل كيلو خد معايا كوباية، من كوباية لكوباية وربع من الرز، مش هيزيد عن كده. كل كيلو محشي مشكل، ان كان كوسة او ان كان باذنجان او كان فلفل، ممكن الفلفل ياخد معاك اكتر، لكن لو انت مكترة في الباذنجان والكوسة مش هياخد معاكي. لو كيلو باذنجان على كوسة مش هياخد معاكي من كوباية، يعني كوباية رز بالكتير، مش هيزيد عن كده الكيلو المحشي. لكن لو انت هتحط فلفل هياخد معاكي حوالي كوباية، نص كوباية تاني او ربع، لو انت هتكتري في الفلفل المحشي. يعني كل كيلو فلفل او باذنجان او كوسة هياخد معاكي من كوباية رز لكوباية وربع من الرز. لكن لو انت هتحطي كوسة وباذنجان بس محشي هياخد معاكي حوالي كوباية رز بس على الكيلو المحشي المشكل. وكمان هياخد معاكي حوالي بصلتين. الصلصة حسب ما انت تحبيها، عايزة تقلليها عايزة تكتريها زي ما انت تحبي. مش كل الناس بتحب الصلصة كتير في المحشي، وفي ناس بتحب الصلصة قليلة، حسب ذوقك انتي وحسب اللي بيحبوه اصحاب البيت. هنا هنحط على المحشي اللي احنا هنحطه، لو انتي عايزة تسويه في الفرن هياخد معاكي حوالي من ساعة لساعة وربع من في الفرن تغطيه، وحسب ما انتي حابة التسوية ايه. انا هسويه من فوق على البوتاجاز من فوق. لو انت حابة تحطيه في الفرن هياخد معاكي حوالي من ساعة لساعة وربع في الفرن، فوق الشبكة، يعني فوق الصاج على طول. حط الشبكة وغطيه بفويل، بورقة زبدة الأول، وحط بتاعة فويل. ما تحطيش ورق الزبدة على طول مباشر للمحشي، علشان الألمونيوم اللي في الفويل ما ينزلش على الأكل. فاحنا نحميه ان احنا نحط ورقة زبدة علشان تحمينا، لان بتعمل احيانا حاجات مضرة للصحة. فاحنا نحمي نفسنا نحط ورقة زبدة الاول، ونحطها في الفرن زي ما احنا قلنا، زي ما انت حابة التسوية، وبتاخد تسوية درجة حرارة عالية في عندك في الفرن. لكن انا هسويه من فوق، مش هياخد معايا حوالي نص ساعة بالكتير، مش هيزيد عن كده على النار من فوق. احنا زي ما احنا عارفين الخضار المشكل ما بياخدش سوا كتير. انا هنا معايا حوالي 3 كوبايات مية مغلية، ومعايا معلقة صلصة، ومعايا معلقة صغيرة من التوم، وتوم مفروم، بيدي طعم حلو قوي وريحة طعمها حلو قوي للمحشي. توم مفروم، معلقة صغيرة من التوم المفروم، وحطيت كمون وكزبرة وفلفل اسمر وملح ومكعب مرقة، مش اكتر من كده. والمية تكون مغلية، وهحط كمان معلقة زيت كبيرة كده. تمام. المية بتكون سخنة، بنشرب كل المحشي بالراحة جدا. كل المحشي حسب ما بياخد معانا برضو، هما 3 كوبايات بالظبط، حلوين قوي. هنا خلاص خدوا معايا ال3 كوبايات من المية على الكمية اللي انا حطاها دي. احنا مش بياخد زي ما احنا قلنا المحشي مش بياخد مية كتير ده المشكل. لكن لو انت بتعملي ورق عنب او كرنب فبيبقى على قد زي ما انت حاطه بتزودي ميه، لكن ده ما بياخدش كتير، يعني بيبقى مثلا فوق النص كده بزياده المحشي المشكل. هنا هغطيه
ورقة زبدة الاول برضو. لو على النار من فوق برضو انا هحط هنا ورقة زبدة كده، ما هحطش زي ما احنا قلنا الفويل المباشر علشان ما ينزلش الألمونيا اللي في كده تمام جدا. بس اكمل هنا خلاص كده خلت الورق فويل، ورق الزبدة. لو عندك ممكن اي حاجة انت عايزة تحطيها فوقيها عادي. لو انت حابة في صينية فوقيها زي دي ممكن تحطيهم على بعض، ما تحطيش لو انت ما عندكيش فويل، او باي حاجة غطيها يعني مش هتفرق قوي. هنا خلاص كده قفلنا الصينية تمام كده. هحطها في على النار لمدة حوالي هتاخد تغلي بس كده لحد ما تتشرب شوية، وبعد كده ههدي عليها النار ونشوف بعد كده شكل المحشي بتاعنا الجميل ده هيبقى عامل ازاي. بعد ما خلاص سوينا المحشي، ما خدش معانا تسوية كتير يعني، خد حوالي نص ساعة. طعمه ومفيش واحدة طالعة هنا بعد التسوية حلو قوي. وهنا بعد ما خلاص سوينا المحشي على النار من فوق البوتاجاز من فوق، شايفين شكله مفيش رز طالع من بره، وعنده كده الطعم عامل ازاي. و3 كوبايات بالظبط شايفين الرز. اهم حاجه الرز بصي مفلفل، الواحده بوحدتها مش معجن، والكوسه مستويه والرز مستوي شايفين بالواحده. طعمه هندوق تحفه بجد، وطعمه حلو قوي وخفيف. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكر كل اللي يا رب اللي بيبعت تعليقات او لايك كده جميل بيسعدني ويفرحني. وبتمنى كله يشترك في القناة كده عشان القناة تعلى بيكم كده وتكبر بيكم وتبقى دايما مستمرة كده يا رب بيكم. بشكركم